الراجل ده بيكون حامل وخلاص راح يولد، وبيفضل يدعي له يا رب اقوم بالسلامه. في الاول ده عالم وحابب يعمل تجربه بيحط حقنه في بطنه عشان يشوف هيبقى حامل واختراع هينجح ولا لا. وبعد اسبوع بيكتشف انه حامل وبيفرح ان التجربه بتاعته نجحت. وبعد ايام بطنه بتبدا تكبر، وخطيبته اول ما بتدخل بتشوف بطن جوزها زي الست الحامل وما بتصدقش ويغمى عليها، وبيحكي لها على الاختراع اللي هو عمله. بس خطيبته مش بتوافقه على اللي هو بيقوله ده. وبعد كده اخواته بيفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا له طفل عامل ايه في بطنك، شكله هيطلع شقي زي ابوه. بس بيتضايق من كلامهم وبيسيبهم وبيروح يكشف على ابنه عند الدكتور. والدكتور بيقول له ابنك سليم، بس اهم حاجه تاكل وتتغذى، وكانه بيعامل واحده بالظبط. بعد كده ابو خطيبته بيتضايق لما بيشوفه وبيقول له احنا ما عندناش بنات تتجوز رجاله بتحمل، وبيتضايق من ابوه وبيتخانق معاه. وبعد اخيرا لما بيعدي ل9 شهور بيجي ميعاد الولاده، والدكاتره بيروحوا يفتحوا بطنه عشان اكيد هيولد قيصري، وبيكون خايف وهو بيعمل العمليه وخايف على نفسه. وفعلا بيصحى بعد شويه لما العمليه بتنجح والدكتوره بتخش عليه ومعاها ابنه، بس بيكون مستغرب عشان مولود بشعر. واول ما بيمسكوه بيلاقي ملامح وشه غريبه وكأن الراجل كبير قدامه، وبيطلع كمان بيتكلم وبيقول انا عايز ماما.